كان يعيش فتاح، رجل رقيق الحال، يسكن بيتا متهالكا كاد الزمان أن يأكله. كان فتاح لا يملك من حطام الدنيا شرو النقير، لكنه كان يملك قلبا يسع الدنيا وما فيها، لسانه لا يكف عن ذكر الله، ووجهه راض بما قسمه الله له، حتى وهو ينام وجسده يرتجف من برد الشتاء الذي يتسلل من شقوق جدرانه. على الجانب الآخر، وفي البيت المقابل الذي تظهر عليه علامات الثراء الفاحش، كان يعيش مسعود، رجل غرة ماله وجاهه، وكان يرى في فقر فتاح مادة دسمة للسخرية. لم يكتفي مسعود بترك جاره يصارع الجوع، بل كان يجمع الناس حوله ليشير بيده نحو بيت فتاح المتهدم، ويقول ضاحكا: انظروا إلى هذا المسكين، يظن أن صلاته ودعاءه سيبنيان له قصرا. الفقر يسكن في جلده، واللظى هو رفيقه الوحيد. المحنة والظلم. في يوم من الأيام اشتد الحقد في قلب مسعود، فأراد أن يكسر كبرياء فتاح ويطرده من القرية. قام مسعود بافتعال خدعة خبيثة، فادعى أن عقدا ثمينا قد سرق من منزله، وصرخ بأعلى صوته ليجمع أهل القرية متهما فتاح بالسرقة. اجتمع الناس، وكان فتاح واقفا بضعفه وقلة حيلته، لا يملك إلا قوله: حسبي الله ونعم الوكيل. وعلى الرغم من أن الكثيرين كانوا يعرفون أمانة فتاح، إلا أن سطوة مال مسعود جعلت البعض يصدق أو يصمت خوفا. عاش فتاح أياما من الحزن والنبذ، لكنه لم يتوقف يوما عن الدعاء لمسعود بالهداية بدلا من الانتقام. تقلب الموازين، دارت الأيام، وسبحان من يغير ولا يتغير. فجأة أصاب مسعود مرض شديد أقعده في فراشه، ولم يجد العلاج نفعا. الغريب في الأمر أن هؤلاء الذين كانوا يضحكون معه ويتقربون لماله انفضوا من حوله واحدا تلو الآخر، خوفا من العدوى أو هربا منه. رجل لم يعد يملك نفوذا. بقي مسعود وحيدا في قصره الكبير، يصارع الألم والجوع، ولا يجد من يسقيه شربة ماء. حين علم فتاح بحال جاره، لم يتردد لحظة واحدة. نسي الظلم، ونسي اتهام السرقة، ونسي السخرية. بدأ فتاح يعمل باليومية في مهن شاقة لكي يوفر ثمن الدواء والطعام لمسعود. كان يذهب إليه كل مساء، يطعمه بيده، وينظف له مكانه، ويدعو له بالشفاء وهو يبكي من فرط الشفقة عليه. العودة والندم. عندما بدأ مسعود يتماثل للشفاء، فتح عينيه ليجد فتاح، الرجل الذي ظلمه، هو الوحيد الذي وقف بجانبه. بكى مسعود بكاء مرا، وقال له بصوت متهدج: يا فتاح، أنا أهنتك واتهمتك بالباطل، واليوم أنت من تنقذ حياتي بمال تعبك وعرق جبينك. كيف